اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه يا رب وفي احسن حال. كل سنه وانتم طيبين. النهارده انتوا عارفين ان انا بصور شويه في الشقه وشويه عند بابا، لان ماما تعبانه زي ما انتوا عارفين. ادعوا لها يا رب يتم شفاها على خير. آه، وتبدأي تسيبيها في المية، وكل شوية كده تقومي جاية قلبها على الناحية التانية بحيث تتسلق معاكي، وبعد كده بتطلعيها راق براق. طبعا انا ما عملتش معاكم المحشي الكرنب خالص، فقلت بصراحة ان انا ما فوتش. ماما قالت لي اعملي محشي وكده، قلت ما فوتش معاكم اللحظة دي عشان اوريكم انا بعمله ازاي. ممكن بقى تعملي ايه؟ طبعا انا معايا لسه كرنبتين اهوت، معايا الكرنبة دي ومعايا الكرنبة دي، 3 كرنبات يعني ما شاء الله. ودي الطماطم بتاعتي، ودي قرن فلفل كده هستخدمه. تمام كده. وده معايا حله على النار زي ما انتم شايفين. طبعا انا مقليه عشان مش كل شويه افصل معاكم برضو. البصلايه دي جه كبيره مش مشكله. معايا هنا سمنه، طبعا المحشي بيحب السمنه والزيت، بس كتري السمنه. تمام كده. انا حطيت معلقتين سمنه كبار كده حلوين، ومعلقتين زيت، لانه ما شاء الله بقت برده كميه زي ما انتم عارفين. وعملت دي من 3 بصلات كبار اهو. طبعا الكاميرا والله ظالمه اللون وكده. على ما البصلايه، بس انا مش هحمر البصلايه، انا هخليها بس ايه، تشم كده من السمنه بتاعتي وتتبل بس منها. تمام كده. نرجع للمحشي للكرنب بتاعنا. الكرنب زي ما انا قلت لكم يا بنات، ممكن تعمليه بكذا طريقه. ممكن تعمليه ازاي؟ تقطعي الكرنب بره، طبعا انت بتشيلي منه الراس. انا عايزه اوريكم بس بتقطعيه ازاي. بصوا حبايبي، الكرنبايه اهي. تمام. بيبقى فيها طبعا الراس بتاعتها، بتحاولي تشيليها بالسكينه من الحروف من الجنب. بتشيليها، ما اتشالتش معاكي من جوه خالص بتبداي تقوريها بالسكينه. سهله بسيطه ما فيهاش اي حاجه. بتبداي لو انت عايزه الكرنبايه مش عايزاها تحط سليمه كده، زي يعني لسه مبتدئه برده مش متحكمه فيها قوي، هتقومي جايه شيء يعني خليها راق براق كده، وتقومي جايه حطها برده في ميه بتغلي بشويه ملح، وتكون بتغلي اهم حاجه. سقطها راق براق زي ده كده. لما برضو يعني طبعا كنا في الاول كنا بنعملها كده، بس بصراحه انا بشوف ان كده اسهل، ان انا احطها كامله متكامله في البتاع بتاعتي، في الحله بتاعتي. طب انتوا فاهميني؟ زي ما انتوا شايفين كده الحله بتاعتي ديت. ريحه السمنه بقى مش قادره اقول لكم، ريحه السمنه فلاحه بقى مش قادره اقول لكم على جمالها. وده بقى الكرنبايه بتاعتي. هبدا ان انا اقلبها، هجيب معلقه او سكينه وابدا ان انا اقلبها على الوش التانية، على الوش التاني. على ما اقلب الكرنبه والبصلايه بتاعتي تاخد اللون اللي انا عايزاه، اكون ضربت الطماطميه بتاعتي في الخلاط عشان ما اطولش عليكم الفيديو. استنوني. اهم حاجه تحطوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد انا بعمله. كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين، طبعا طلعت اول كرنبه اهو. بصوا، حطيتها على وشها الاول، بعد كده قلبتها. كل شويه بتفضلي تقلبيها من يمه ليمه، وما تبداي تتسلق تبقى معاكي بالشكل ده كده. طبعا المعلقه الناسيه هنا. ما تبدا تتسلق معاكي بالشكل ده كده، بتبداي تطلعي منها راق براق. طيب معايا هنا بقى ده اللون اللي انا عايزاه في البصلايه بتاعتي. انا نزلت على فكره بالقرن الفلفل الصغير اللي انا كنت عامله بيه. هنزل كده بصلصه معلبات الاول زي نصها كده، مش عشان على فكره تحمرها، بس عشان يبقى ايه، انا هعلي النار. مش عشان تحمرها، انا موطيه النار بس اهو. لا، عشان الطشه نفسها بتاعت الصلصه المعلبات دي مع البصلايه في الاول من غير ما تحط الصلصه بتفرق جدا حتى في الطعم. هنبدا ننزل زي ما انتوا شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبداي بقى تقلبي كده وتسيبيها تتسبك. هنغطيها، هتسيبيها تغلي، نعلي عليها النار لحد ما تبدا تغلي، وبعد كده تحطي عليها النار. لو انت عايزاها تتسبك على طول بتفضلي معليه عليها النار، بس واخده بالك منها. تمام كده. معايا هنا برضو الكرنبه بتاعتي، هحتاج ان انا اقلبها برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. هي عشان سخنه محتاجه معلقه
عشان ما تتهريش مني برضو اهي. طبعا انا اسفه عشان بصور بايد برضو مش لاقي ان حد يصورني، والرينج لايت برضو في البيت في الشقه عندي. بصوا اهي كده. على فكره هتبداي انت هطلع منها، بصوا كده اتسرقت معايا كده. بصوا تبداي انت تطلعي ايه رق برق اهو. تمام كده. تطلعي رق برق، هي بتبقى سخنه فخدي بالك عشان ما تتلساش. تمام كده اهو. تبداي تطلعي رق برق كده، وبرده مقلوبه بحيث ان هي ايه تكون من الجهتين مسلوقه بالظبط كويس. تمام كده. هخلص سلق الكرنب على ما الصلصه بتاعتي تتسبك وارجع لكم تاني. كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين الصلصه بتاعتي اتسبكت. بصي بقى بتعرفي منين ان هي اتسبكت؟ السمنه بتلاقيها او الزيت بتاعك اسمه الاقدام بتاعها بيبقى على الوش كده اهو، عامل فقاقيع كده، يبقى ده كده بتاعتي اتسبكت. يلا بينا بقى نحط التوابل مع بعض. معايا ايه بقى من التوابل؟ معايا مكعبين مرقه دجاج، معلقه سكر صغيره، معلقه ملح صغيره، معلقه كمون كبيره او معلقتين كبار، معلقه فلفل اسمر صغيره. ننزل كده. ليه سكر؟ عشان الحموضه بتاعت الصلصه والملح، واحنا بنحط الملح يتعادل السكر معايا يتعادل عشان الحموضه. السكر والملح بيتعادلوا مع بعض عشان الحموضه ما تلاقيهاش ان هي برده فيها سنه كده. طبعا لو احتجت ملح بتحط. تمام كده. كده بقى هتعملي ايه؟ سلقنا الكرنب بتاعنا، الرز بتاعنا جاهز، بس انا بصراحه مش هحطه دلوقتي، هستنى شويه كده اهو. بس انا قلت اوريكم التوابل اللي انا بحطها. انا ما بحطش اكتر انا بصوا اكتر حاجه بحبها كمان في المحشي بالذات هطفي بقى عشان مش عايزه حاجه تاني دلوقتي. اكتر حاجه بحبها في المحشي بالذات الكمون والملح ومرق الدجاج كمان في الصلصه بتفرق جدا جدا جدا. تعالوا بقى اما نشوف احنا عملنا ايه. انا زي ما انتم شايفين ده الرز بتاعي اللي انا هستخدمه. طبعا مش هحطه دلوقتي زي ما انتم عارفين. دي الخضره بتاعتي 3 ربط من الخضره، طبعا غسلاهم منعماهم خالص. يبقى كده حاجتي كلها جاهزه اهوت. والصلصه كمان باذن الله بتعملي يبقى بتغسلي الرز كويس جدا جدا جدا، وتقومي جايه منشفاه من الميه كويس، وبرده تكوني معلقه على الصلصه وتولعي عليها النار، وتحطي الرز وهي سخنه، وبتبداي تبداي تقلبي الرز في الصلصه كويس جدا وتشوحيه مع بعض. ايه بتشوحيه؟ بتلاقي كل الرزايه كده بتكرمل مع نفسها كده، بتعمل صوت كده. بتبداي تشوحي لحد ما تحسي لو في حتى ميه زياده في الرز بتبدا تنشف منك على النار عشان ما يبقاش فيها ميه ولا حاجه زياده. وبعد كده بتبداي تنزلي بالخضره بتاعتك وتقلبيهم برده تقلبتين، وبعد كده تبداي ان انت تحشي. طبعا هوريكم واحنا بنحشي مع بعض. كده عملت الحله دي ما شاء الله، وحله كمان صغيره. تبداي بقى تزودي الشوربه. الشوربه بتكون مغليه. كده بقى زي ما انتم شايفين المحشي بتاعنا اتشرب خالص اهو، انا وطيت عليه خالص كده داخل في السوا اهوت. هنشوف بقى والفراخ بتاعتنا هي بتتحمر، نشوفكم بقى واحنا بنقدم الاكل مع بعض.